اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم النهارده هنلخص فيلم اثاره وتشويق حاجه كده في الماستر بيس منه الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا نبدا. بتبدا احداث فيلمنا مع شخص اسمه ريان واللي بيكون لسه واصل على المطار في اسبانيا، وده علشان يقابل صديق ليه اسمه جاك، لكن مش بيلاقي جاك في انتظاره وبيقرر انه ياخد عربيه اجره علشان توصله على البيت. في نفس الوقت بتوصل له رساله من شخص اسمه الارنب وبيطلب منه انه يكلمه النهارده، لكن ريان بيتجاهل الرساله وبيقرر يروح يشوف العربية اللي هتوصله لبيت جاك. وقتها بيلاحظ شخص واقف في انتظاره وبياخده معاه علشان يوصله على البيت الخاص بجاك، وريان بيلاقي جاك سايب رسالة ليه مع السواق وبيقول له فيها انه بيرحب جدا بوصوله وبيعتذر له انه ما كانش في انتظاره، كمان بيعرفه انه وراه شغل كتير جدا النهارده ولما يخلص شغله هيتقابلوا. بعدها بيوصل ريان على البيت الخاص بجاك واللي بيكون متفاجئ جدا من جماله وفخامته، وبيبقى مش عارف ازاي جاك قدر يوصل للمرحلة دي، خصوصا ان هما الاتنين بيشتغلوا في نفس التخصص. وبنعرف ان ريان وجاك بيشتغلوا طباخين وكمان اتخرجوا من نفس المدرسة، لكن كل واحد منهم بقى بيشتغل في مكان. وبالليل بيوصل جاك على البيت وبيرحب بريان وبيعرفه ان البيت ده مش بتاعه وان هو جاي هنا بس علشان هيحضر حفل عشاء خاص، وبيكون العشاء ده لصالح الوكالة اللي جاك بيشتغل لحسابها. فبيتحمس ريان جدا وبيطلب من جاك انه يساعده في العشاء ده، لكن جاك بيرفض وبيعرفه ان هو بس اللي هيكون موجود في حفل العشاء. وبيبدأ ريان وجاك يحكوا شوية عن حياتهم وشغلهم قبل ما يتقابلوا، وبيعرفوا جاك ان الوكالة اللي بيشتغل لحسابها حاليا هي شركة متخصصة في تنظيم حفلات عشاء خاص وبينتقل لأكتر من بلد لو طلب الأمر. فبيعرض ريان تاني على جاك انه يشتغل معاه ويساعده في العشاء اللي هيتم كمان اسبوع، لكن جاك بيرفض وبيكون متوتر جدا وبيقول له الموضوع مش بالسهولة اللي هو فاكرها، لأن الوكالة ساعات بتطلب منهم طلبات غريبة وبيبان ان في حاجة مضايقاه من الشغل ولكنه مش عارف يتكلم. وتاني يوم بنشوف جاك وريان وهما بيتمرنوا، ولما بيخلصوا بيروحوا مع بعض على مكان علشان ياكلوا، وريان بيبقى مستغرب جدا من شكل العربية اللي جاك راكبها، لكن بيفهم من كلامه ان العربية دي تبع الوكالة وهما اللي مسلمينها ليه. بعدها بيوصلوا على المطعم وبيقعدوا ياكلوا وبيتعرفوا على واحدة اسمها أليس، وبتروح أليس وبتقعد معاهم وبتعرفهم انها استقالت من شغلها بعد ما كسبت منه مبلغ كبير وقررت انها تلف العالم. وبتعرف أليس انهم شيفات محترفين فبتطلب منهم انها تدوق اكلهم وده علشان تحكم مين فيهم افضل، وبتروح معاهم على البيت وهما الاتنين بيعملوا نفس الاكله. في نفس الوقت بيرن الشخص اللي اسمه الارنب على ريان علشان يكلمه، لكن ريان مش بيرد عليه وبيكمل طبخ. ولما أليس بتدوق الاكل وهي مغميه عينيها بتختار الطبق اللي طبخه ريان وبتقول انه احلى، فبيفرح ريان جدا انه كسب الرهان. بعدها بتمشي أليس على الفندق اللي قاعده فيه وبتوصل رساله لريان من الارنب وبيعرفوا انه قدامه 3 ايام بس ولو ما ظهرش هم هيلاقوه، لكن ريان برضه بيتجاهل الرسالة وبيتكلم ريان مع جاك علشان يعرف منه ازاي قدر يبقى غني بالشكل ده. فبيعرفوا جاك انه عمل حاجات كتير خارج التوقعات ومشي مع الطيار لغاية ما وصل للمرحلة دي. وقتها بيفهم ريان ان الموضوع سر ومش بيحاول يضغط على جاك علشان يعرف. بعدها جاك بيعرفه انه عنده مشوار مهم ولازم يمشي وبيتفقوا انهم هيتقابلوا بالليل. ولما بيمشي جاك بيفضل ريان يدور في البيت كله لكنه مش بيلاقي اي حاجة غريبة لغاية ما بيفتح اللابتوب الخاص بتاع جاك وبيشوف الحساب البنكي بتاعه وبيتصدم لما بيعرف المبلغ اللي في حسابه لانه بيكون مبلغ كبير جدا، وبيلغي كل اللي هو عمله علشان جاك ما يحسش بحاجة. وبالليل وبعد ما بيتعشوا بيتكلم جاك انه مش فارق معاه اي حاجة لانه ما عندهوش حاجة يخاف عليها، علشان كده بيعمل اي حاجة حتى لو كانت غلط بدون تردد. وجاك بيشكر ريان على وجوده معاه وبيبان ان جاك في صراع مع نفسه. وتاني يوم بيفوق ريان من النوم وبيروح علشان يدور على جاك لكنه بيتصدم لما بيلاقي جاك منتحر وشنق نفسه، وبيبقى ريان خايف من المنظر ومش عارف يتصرف ازاي لانه ما كانش متخيل ان جاك يعمل كده، وبيقعد مع نفسه يفكر هيتصرف ازاي في الكارثة دي لغاية ما بتجيله فكرة وهي انه ما يبلغش حد عن اللي حصل. وبيفتح اللابتوب بتاع جاك وبيحاول انه يوصل للحساب البنكي بتاعه وده علشان يسرق كل الفلوس اللي عنده، وبيتصل على البنك وبينتحل شخصية جاك وبيعرفهم ان هو عمل حادثة كبيرة ادت انه فقد الذاكرة وعلشان كده مش قادر يفتكر الباسورد ولا البريد الالكتروني بتاعه. فبتعتذر له موظفة البنك لانها مش هتقدر تساعده غير لما يجيب لها اثبات شخصية ليه. وبيقفل ريان وبيقرر انه يزور بطاقة شخصية باسم جاك ويحط فيها نفس البيانات بتاعة جاك بالظبط،
وده علشان مفيش حد يشك فيه نهائي، وبكده يقدر يسرق كل الفلوس ويكمل حياته على انه جاك. في نفس الوقت بتوصل له رسالة من الارنب وبيعرفوا فيها ان امه بقت تحت سيطرتهم وهيخلصوا عليها، وبنعرف ان الارنب ليه فلوس عند ريان، وريان مش قادر يسدد المبلغ ده وعلشان كده هرب منهم على اسبانيا. لكن الوضع خرج عن سيطرته دلوقتي، وامه بقت مهددة بالقتل ولازم يتصرف، وعلشان كده قرر يستعجل وياخد فلوس صديقه بشكل اسرع. وبالليل بياخد ريان جثة جاك وبيغرقها في البحر علشان محدش يكتشف موته. وتاني يوم بيتفق ريان مع الارنب انه يستنى عليه لاخر الاسبوع، ومقابل كده هيديله مبلغ اكبر من اللي هو عاوزه. لكن الارنب بيرفض وبيقول له ان لو ما بعتش الفلوس بكره هيموت والدته. وريان بيبقى متوتر جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وبيرجع ريان على البيت لكنه بيتفاجئ بعربية غريبة موجودة قدام البيت، ولما بيدخل بيلاقي واحدة اسمها ايمو وشخص اسمه موريس، واللي بيكونوا من الوكالة اللي بيشتغل فيها جاك، وجايين علشان ينسقوا ويرتبوا حفلة العشاء اللي متفقين عليها مع جاك. لكنهم مش بيبقوا عارفين شكل جاك الحقيقي، وبيفكروا ريان هو جاك. وريان بيقرر انه ما يقولش الحقيقة ويكمل الكذبة وياخد وظيفة جاك. وريان فعلا بيعرفهم بنفسه على انه جاك، لكن مش بيبقى فاهم اي حاجة من اللي ايمو بتتكلم عليها. وبتسأله ايمو عن العنصر اللي هيستخدمه في الاكل ونوع اللحمة اللي هيقدمها، وكمان بتسأله عن ترتيب نزول الاطباق. فبيطمنها جاك ان كل حاجة تمام ومفيش اي مشاكل. وبتعرفه ايمو انها كانت متحمسة جدا علشان تشتغل معاه لانها سمعت عنه كلام كتير جدا. لكن كل اللي بيبقى فارق مع ريان هو انه ياخد منهم فلوس علشان يبعتها للارنب. وبيعرف من ايمو المبلغ اللي هيدفع ليه لما يخلص العشاء، وبيستغرب جدا لان المبلغ كبير، وبيطلب منها جزء من المبلغ دلوقتي، وبيعرفها الحساب اللي هتبعت عليه الفلوس. وفعلا بتبعت له ايمو المبلغ، وبكده بيكون انقذ امه من الارنب ورجالته. وبيرجع تاني علشان يعرف منها عدد الاطباق والاشخاص اللي هيحضروا العشاء. لكن ايمو بتفضل تساله عن العنصر اللي تم اختياره وهيتقدم في العشاء، فبيعرفها ريان انه لسه لغايه دلوقتي ما اختارش حاجه معينه. وبيبقى ريان متوتر جدا لانه بيرد عليها وهو مش فاهم اصلا هي بتتكلم عن ايه. فبتتضايق ايمو لان العشاء بكره ولغايه دلوقتي مفيش اي حاجه اتجهزت نهائي. فبيحاول ريان انه يطمنها ان الموضوع بسيط وانه مش هيتاخر عليهم. لكن ايمو بتفهم من كلام ريان انه محتاج مساعده منهم، وبيروحوا كلهم بالعربيه وبيقفوا قدام الكنيسه. وبتطلب من ريان انه يختار 2 من الاشخاص اللي خارجين من الكنيسه وهيجي بكره هو وموريس علشان يجيبوهم. فبيتصدم ريان لما بيعرف انهم بيستخدموا لحم البشر في العشاء بتاعهم، وبيفهم ليه بيدفعوا المبالغ الكبيره دي، وبيفهم كمان ليه صاحبه جاك وصل للمرحله دي وانتحر. وبيبان على ريان الخوف والتوتر لكن مش بيبقى عارف يعمل ايه. وبالليل بيرجعوا على البيت وبيحددوا ريان الغرفه اللي هينام فيها، وبيبقى ريان متوتر جدا وخايف. فبيحاول يشوف طريقه علشان يهرب بيها، لكن ايمو بتاخد بالها منه. وايمو بتعرفه ان الضيوف اللي بيجوا على العشاء بيبقوا اغنياء جدا لدرجه انهم بيدفعوا مبالغ كبيره جدا للوكاله، وعلشان كده مش بيفكروا ابدا في حياه الاشخاص اللي بيقتلوهم. وبتقول له كمان ان الوكاله بيقتلوا 50 شخص سنويا، و25 شخص بيبقوا موجودين وبيشتغلوا معاهم، وبيتم قتلهم بعد ما مهمتهم تخلص. يعني بيتم قتل 75 شخص سنويا مقابل ان الوكاله بتكسب 100 مليون دولار. وبيتم تحويل 10% من ارباح الوكاله للمجتمعات علشان يساعدوا المجتمعات في مجالات زي الزراعه والصحه وتوصيل الميه، وبكده يبقوا بيساعدوا باقي الشعب، على عكس شركات تانية غيرهم بتشغل الناس عندهم وبيموتوا بدون اي مقابل. فبيفهم ريان ان لما مهمته هتخلص هيتم قتله هو كمان، وبيبقى خايف جدا. وتاني يوم بيروح ريان مع موريس علشان ينفذوا عمليه اختيار الشخص اللي هيقدموه على العشاء. وفجاه بيلاقوا شخص قدامهم بيصلح دراجاته بيكون اسمه خوسيه، وبيسالهم لو كانوا محتاجين حاجه. فبيبص موريس لريان علشان يشوف اذا كان خوسيه مناسب للمهمه دي ولا لا. فبيوافق ريان عليه. وقتها موريس بيقول لخوسيه ان عندهم مشكله في العربيه، وبيطلب من خوسيه انه يفحص لهم العربيه. فبيوافق خوسيه وبينزل تحت العربيه علشان يشوف المشكله. فبيستغل موريس الفرصه وبيضربه بالنار. لكن قبل ما ينقلوه على العربيه بيلاقي موريس قدامه ضابط اسمه جالو. فموريس بيسيب خوسيه تحت العربيه علشان محدش يشوفه، وجالو بيسال موريس عن سبب وجودهم هنا. فبيقول له موريس ان هم بيشتغلوا في شركه بناء، وانهم جم للمنطقه علشان يكتشفوا مكان مناسب لبناء فندق. وبيعرفوا على ريان بانه المهندس المعماري اللي هيختار المكان. فبيصدقهم جالو وبيمشي. وبيتحرك موريس وريان من المكان، وبيطلب موريس من ريان انه ينفذ الاطباق المطلوبه من جثه خوسيه وبس، لانه مش هيقدر يجيب شخص تاني. وبعدها بيرجعوا على البيت، وبتعرف ايمو باللي حصل معاهم وبتوافق على خوسيه
خوسيه وبس. وبينزلوا على مكان تحت الارض، وبيكون المكان ده مجهز بكل حاجة ريان هيحتاجها، وده علشان يقطع الجثة. وبيبقى ريان متوتر جدا وخايف ومش عارف يعمل ايه، لكن مش بيلاقي حل قدامه غير انه ينفذ اللي هم عاوزينه والا هيموت هو كمان. ولما ريان بيخلص بيخرج من المكان، وبيلاقي العمال بيشتغلوا في البيت علشان يجهزوا المكان للعشاء. وبينزل موريس وبينظف الدنيا مكان ريان علشان في اخر اليوم يتخلصوا من كل البواقي بتاعة الجثة. وبيفضل ريان يعيط وهو خايف ومنهار لان ما كانش متخيل ان كل ده يحصل معاه. وهنا بيقرر انه ياخد شنطته وحاجته ويهرب بسرعة من المكان قبل ما حد يشوفه. وبينزل بسرعة وبيركب العربية وبيحاول انه يهرب، لكن بسبب توتره بيخبط واحد من العمال بالعربية. فبينزل بسرعة من العربية علشان محدش يشوف اللي بيحصل، لكن موريس بيكون وصل وبيفهم ان ريان كان بيحاول يهرب. فبيعرفه موريس انه لو فكر يهرب هيقتلوه لان مش عارف هو بيتعامل مع مين. وبيعرف ريان من موريس ان موريس بيشتغل لصالح الوكالة بقاله 5 سنين، وان مفيش حد اشتغل معاهم وحب يمشي وسابوه ما عدا طباخة واحدة اشتغلت معاهم وكان اسمها جريتا. وجريتا دي الوحيدة اللي قدرت تمشي من غير ما تموت. وبيحكي له موريس قصتها وبيقول له انها كانت خايفة جدا ومتوترة في الاول وما كانتش حابة اللي بتعمله، لغاية ما اخدت على الوضع وبقت بتقدم اطباق من افضل ما يكون، والكل كان مبهور بيها وباحترافها في الاكل. وفي يوم طلبت اجتماع مع اعضاء الوكالة وقدمت استقالتها واتقبلت، وده بسبب تميزها واخلاصها في الشغل. وبعدها سافرت ومن وقتها محدش يعرف عنها حاجة. فبيقرر ريان يكمل شغله ويتفنن في طريقة تقديمه للاكل علشان يعجبهم. وبيوصل الضيوف على البيت وايمو بتكون في استقبالهم، لكن بيوصل المحقق رويز ومعاه الضابط جالو وبيطلبوا انهم يقابلوا موريس، وده علشان يحققوا في اختفاء خوسيه. فبتعرفهم ايمو انه مش موجود دلوقتي علشان يمشوا، لكن رويز بيرفض انه يمشي وبيطلب انه يقابل ريان. وبنعرف وقتها ان رويز يبقى عم خوسيه وجاي يستجوبهم بسبب اختفاء ابن اخوه لانهم كانوا في نفس المنطقة اللي كان فيها خوسيه. وبيتفاجئ رويز وجالو ان ريان يبقى هو الشيف، على الرغم بان موريس عرفه بانه مهندس معماري. فريان بيعرفه انه بيحب الطبخ جدا. وقتها رويز بيفضل يتكلم مع ريان وبيسأله عن حاجات تخص الهندسة المعمارية، لكن ريان مش بيعرف يجاوب على اي حاجة، وده بيخلي ايمو تتضايق منه. ولما رويز مش بيعرف يلاقي دليل ضد ريان بخصوص خوسيه بيخرج علشان يحقق مع موريس. وايمو بتعرف ريان انهم لما بيتحطوا في ورطة بيقولوا انهم شركة بناء او سياحة، والمفروض انه يكون عارف تفاصيل الحاجات دي، لكن ريان بيعرفها انه محدش قال له المعلومة دي. وبيدخل ريان يجهز الاطباق الخاصة بالضيوف وبيطلعوها ليهم. وقتها موريس بيعرف المحقق رويز انه ما يعرفش حاجة عن خوسيه، فبيحس رويز وقتها بحاجة غريبة بتحصل، وعلشان كده بيدخل علشان يشوف الضيوف. فواحد منهم بيعرض على رويز انه يفضل وياكل معاهم، وبيوافق رويز وبيخلي جاله يمشي. والضيف بيبقى مبسوط جدا لان كل ما الموضوع بقى خطير هيكون في اثارة اكتر بالنسبة ليه. وقتها بتوصل أليس وبتسأل على جاك، فبيقابلها ريان وبتستغرب جدا ان ريان منتحل شخصية جاك. فبيعرفها ريان ان جاك سافر وهو اخد مكانه في الشغل. فبتحس أليس ان في حاجة مريبة. بعدها بتخرج علشان تمشي لكن بتلاقي العربية بتاعتها عطلت. وبيخرج ريان للضيوف وبيشكروه على الاكل، وبيدخل علشان يحضر لهم طبق الحلو واللي بيكون عبارة عن اللسان. لكن ريان بيتصدم لما بيلاقي خوسيه كان مصاب بمرض في لسانه، وده مش هيخليه يقدر يطبخ طبق الحلو. وبيعرض على ايمو انه يغير التحلية، ولكن ايمو بترفض وبتبقى عاوزة ريان يقطع لسانه ويستخدمه. في نفس الوقت بترجع أليس وبتدخل عليهم وبتطلب منهم حد يساعدها في تصليح عربيتها. بعدها بيخرج ريان وبيقدم طبق الحلو، وبنعرف ان ايمو ما قطعتش لسانه لانه اتكلم مع الكل عادي. وريان بيسيب رسالة لرويز في المعلقة وبيطلب منه يقابله في الحمام. فبيروح رويز وبيعترف له ريان بكل حاجة وبيتصدم جدا، وبيحكي له انهم موتوا خوسيه وقدموا لحمه على العشاء. وبينهار رويز لما بيعرف انه اكل من لحم ابن اخوه. وبيخرج رويز وبيتظاهر ان مفيش حاجة وبيشكر الكل على الاستضافة وبيقول لهم انه هيمشي، لكنه بينزل على المكان السري اللي تحت الارض. وريان بيوري له اثار الجريمة اللي عملوها علشان يثبت له كلامه. وبنعرف انهم قتلوا أليس واخدوا لسانها وقدموه كطبق حلو. وقتها رويز بيكون عاوز يكلم الشرطة ويبلغهم علشان يجوا على المكان، ولكنه بيتصدم لما بيكتشف انه نسي التليفون بتاعه فوق في المطبخ. فبيطلع ريان علشان يجيبه. وقتها موريس بيحس ان في شخص موجود تحت في المكان السري، فبينزل وبيلاقي رويز، فبيخلص عليه
بطريقة بشعة جدا. ولما بينزل ريان بيشوف جثة رويز فبيفقد الامل مرة تانية في انه يتخلص من الكابوس اللي هو فيه، وخصوصا لما عرف من ايمو ان جريتا هي كمان اتقتلت لما فكرت تمشي، ولكن الوكالة خبوا الموضوع ده وما قالوش عليه لاي حد من الموظفين. وريان بيساعد موريس انهم يتخلصوا من كل الجثث بطريقتهم الخاصة. في نفس الوقت ايمو بتبعت رسالة لمرات رويز من البريد بتاعه، وبتبعت لها بانه كويس ولكن في مهمة وهيغيب شوية، وده علشان ما تبلغش باختفائه. وبتبعت برضه لاهل خوسيه والاهل اليس وبتطمنهم علشان محدش يبلغ باختفائهم. وبيشوفها ريان وبيعرف منها انها بتعمل كده مع اي شخص بيخلصوا عليه. وتاني يوم بيحطوا في رقبة ريان جهاز تتبع، وده علشان يبقوا عارفين دايما مكانه، وده لانهم هيحتاجوه في مهمات تانية بعد كده، لان الضيوف اتبسطوا من طبخه جدا وبتطلب منه يرجع على بيته اللي في لندن، وده علشان يعيش حياته بشكل طبيعي لغاية ما يطلبوه في المهمة الجديدة. بعدها بيخفوا اي اثر وراهم في البيت، حتى العربية بيحرقوها وبياخدوا السواق علشان يوصلوا على المطار. وهناك ريان بيقابل شخص اسمه باري وبيحكي مع ريان وبيقول له انه شغال بمرتب قليل، وبيعرف ان ريان بيكسب فلوس كتير من شغله علشان بيطبخ لناس اغنياء، فبيتمنى باري انه يبقى شيف زيه علشان يقدر يكسب كمية كبيرة من الفلوس. وبيكون ريان قاعد مصدوم من كل اللي حصل معاه ومش عارف هيعمل ايه في اللي جاي، وهل هيكمل في الوكالة ولا هيحاول يهرب تاني بطريقة مختلفة. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.